المشروع هذا صممته وأشرفت عليه شركة بإدارة إماراتية. فخلونا نشوف تصميم هذه الفيلا. حيا الله أبو أحمد. الله يحييك كيف الحال؟ مهندسنا، كيف الحال؟ بشرنا عنك. مساك شو طيب. أمورك؟ طول لي بعمرك. خبرنا منو أنتم وشو شركتك وكيف استلهمتوا هذا المشروع؟ وياك اخوك ابراهيم العباسي من دبي. نعم. واسم شركتنا كروكي للاستشاره الهندسيه. طبعا وايد ناس يسالون ليش هالاسم الفرنسي، لكن الاسم هذا له قصه. اتوقع قبل في الثمانينات والسبعينات يمكن حتى الستينات، قبل ما كانوا يستعملون كلمه مخطط ولا لاي اوت. انا اتكلم عن زمان، الاوليين في البلديه كانوا يقولون ارسم لي كروكي، نعم. خطط لي كروكي. صح. فالكلمه هاي نحاول نردها ما شاء الله عليك. للساحه. شركتك شو تقدم؟ هي شركه تصاميم هندسيه واستشارات هندسيه، تصاميم معماريه، لاندسكيب. ونحن في السوق حاليا من 14 سنه. قبل استشارات كنا في مجال المقاولات. نعم. وسوينا السويتش من حوالي 14 سنه. ما شاء الله، الله يوفقكم. امين يا رب. نوعية المشاريع اللي تشتغلون عليها؟ تختلف المشاريع من فيلل سكنيه خاصه الى فيلل متلاصقه كومباوندز. المشروع اللي احنا هنا مثل ما نشوف بنايات صغيره متوسطه، الى مكتبه. عندنا مكتبه في الشارجه حاليا على قيد الانشاء. ومشاريع مختلفه. هذا شو احمد؟ رخام اسبان. بمنطقه منطقه المصعد مؤلفينه كله بالرخام. شو فكره هذا الانواع من المطابخ؟ هو نحن محكومين بالمساحه، فقلنا بنسوي في نفس الوقت يكون سيرفنج شو كيتشن والمين كيتشن في نفس الوقت. حلو ما شاء الله. السيرفنج يكون من هني، ممكن يكون مفتوح، تسكر على اساس الريحه. ما شاء الله الشغل طيب. لما اشوف هذه البصمه لشركه اماراتيه ان تصمم وتشرف على مشروع مثل هذا يحتوي على 14 فيلا، فما شاء الله الله يبارك لهم. وحلو انك انت تشوف هذه النوعيات من الشركات. من ضمن المشروع هذا المكان، ابو احمد هذا المكان عباره عن شو اللي خلصتوه وانجزتوه؟ عباره عن 5 مطاعم. ايوه. هم 4 مطاعم بس المبنيين، مبنى رقم 2 و3 ضميناهم الى مبنى واحد. أيوة. كله تحت اوناس. ايوه. بس بشكل عام هذا هو جزء من المشروع اللي انتم صممتوه واشرفتوه، فهذا المكان بعد من تصميمكم. هنا. شيء مشرف صراحه. طول لي بعمرك، ما تقصر، حياك الله.